وسعد بن عبادة تعرف قصته بما أنك أعطينا. سعد. نعم، سعد بن أبي عبادة الوقاص. في السقيفة وطأوه، عفسوه تعبير، وبقي في المدينة. لما آلت الخلافة لعمر بن الخطاب خرج من المدينة، قال لا أبقى، فمات في الطريق، وجد مقتل. صدفة كالعادة. شكلت لجنة تحقيق في مقتله، فكانت النتيجة أنهم قتلوا الجن. تفسير منطقي. الدليل ما هو؟ قالوا سمعنا مناديا ينادي إنا قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهم فأصاب فؤاده. ومن بعد جاءوا فسروها، قالوا كيفاش تو الجن عندهم سهام ويرميوا؟ قالوا لا، سهم العين. الجني شاف سعد بن عبادة كان مسكلي وكان عريض وطويل وتخلي دوش نحى حوايجه، فواحد من الجن شاف البدن ذاك ضربه بعين طاح مات. فقيدت الحادثة ضد مجهول وهو جني، وإن شاء الله يعني السلطات المعنية يشدوه ويرجموه، ونعم ويقام عليه الحد. نعم. فهذه قصة سعد بن عبادة. أيضا أنا أعطيتك قصة في أيام أبي بكر وقصة في أيام عمر بن الخطاب، والبقية عند المشاهد. قناة تغيير مود.